قانوني استاذ علي، اي اجراء قانوني انتم وقعتوا بناء عليه وقعتوا العقد مع نادي الجهراء اذا سمحت؟ تفضل. استاذي خليني ارجع لك للسؤال الاول، انت قلت تعليق على البيان قبل كل شيء. تفضل بارك الله فيك، تفضل. شكرا. هو البيان مثل ما ذكرت لك الاعلان هو بيان صحفي اعلامي. لا اعتقد انه هذا البيان كان موجه للاعب او موجه لنادي الجهراء، لانه في مخططات رسميه توصل للاطراف عبر الايميل ولا يمكن التحدث تفاصيل، ولكن هو يتبادل العديد الاختراق والخطابات بين نادي السد وبين احنا كمحامين اللاعب في عديد المرات. لا يمكن الدخول في هذه التفاصيل، هي ستكون موضوع النقاش القضائي اذا صح الامر. لسنا اليوم في مجال او في المكان المناسب لمناقشه من على حق او من على خطا، ولكن باعتباري محامي اللاعب ابين ان موقف اللاعب والموقف القانوني عندما وقع مع نادي الجهراء كان توقيعه قانوني. للعلم فانه منذ 5 ايام وقع رفع طلب البطاقه الدوليه على الPMS. نحن الى الان بانتظار اعتراض نادي السد اذا اعترض او قبول الانتقال شكل الانتقال الدوليه. هذا يعتبر موقف رسمي. انتظار موقف نادي السد على بطاقه الانتقال يعتبر موقف رسمي. ننتظر الاعتراض. اليوم لم يصل هذا الاعتراض. بالرجوع سامحوني لو نفسخ العقد، وهذا هو المهم جدا في الموضوع. من فسخ العقد وهل هنالك سبب مشروع لفسخ العقد؟ نحن لا نتحدث على تغريده، الاسف نتحدث على بيان رسمي لم ينزل فقط في التويتر بل نزل كذلك في الموقع الرسمي لنادي السد. لما هذه لغه عربيه يعني ما دون الدخول في اللغه الانجليزيه والبيان باللغه الانجليزيه، تعلن اداره نادي عن استبعادها للاعب عن صفوف الفريق استبعادا نهائيا. والله لو سمحتوا اذا كان اليوم الاستبعاد النهائي لا يعني ان اقصاء اللاعب بصفه نهائيه، فماذا سيكون هذا الاستبعاد النهائي؟ ايش معنى يا كابتن؟ ايش معنى هذا الان؟ ايش معنى هذا الان التغريده صارت رسميه، التغريده الاولى رسميه والتغريده الثانيه اعلاميا وجمهوريا، شو الفرق؟ هذه ما خطب فيها تقول انت ما خطب فيها عبد الكريم ولا الجهراء، ومش رسميه فقط اعلاميه وجمهوريه، وهذيك رسميه ومعتمده. هي بس اختيارات على كيفك. تتحدث على القانون، تحدث قانون نكلم قانون. انا شوف، انا لاني محب لنادي السد ولا نادي الريان ولا غيره من الانديه، انا محامي وقانوني، يعني اذا اعبر على موقف قانوني. واحنا نكلمك على بناء على كلامك الان بدون خليني اشرح لك. البيان الاول كان بلاغ وبيان لقطع علاقه نهائيه بين اللاعب والنادي. غير صحيح. غير صحيح. هذا كلامك انت يا حبيبي، ما هذا هو هاي تفسيرك انت يا حبيبي. بعد هذا تفسيرك انت تكون محامي نادي السد بتناقش فيه. هذا تفسيرك انت، مو الان، مو هنا. ممكن سؤال. عندي سؤال واحد. انا ما اجي اقول لك يا حبيبي، انا في نقاش يكون قانوني امام الفيفا، انا لن اتجادل معك ولا نترافع معك ايوه خلاص. اصلا الموضوع تحول سؤال واحد. هل انت اتصلت بي يا استاذي الكريم؟ انت اتصلت حتى تشوف بيان اللاعب، بعدها انت تحب تنقد وتعلق البيان صحيح، كلامي غلط، كلامي خطا، هذا حر. انت لا بس يا لاعب موقفه سليم. نادي السد فسخ العقد من جانب واحد. لا يكون سبب لا ما فسخ. اقول لك ما فسخ العقد. شو تقول لي؟ خلينا نسمع. وبعد سنه ونص بعد التقاضي، واتمنى انه نادي السد اليوم يشتكي اللاعب امام الفيفا. احنا بنرفع الشكوى بعد اسبوع، واتمنى كذلك نادي السد حتى بعد سنه ونص نرجع ونعلق على موضوع. لا انا بعطيك التكمله. عارفين احنا القصه ايش بتصير، عارفين وين بتنتهي، مش انت تقول لي سنه ونص. الان السد بيرفض الاستغناء. الفيفا بيعطيه استغناء مؤقت بيلعب، وبعدين حتى ينظر لفظ النزاع بيشوف من المخالف، بيغرم هذا ولا بيوقف هذا ولا بيغرم الطرف الاول ولا الثاني، ولا اذا الجهراء عليهم خطا بيعاقبهم، وبعدين بيصير اللاعب حر. هاي معروفه القصه، يعني ما في شيء جديد تعلمنا اياه. محمد في شيء مهم في غير هالامور انت هاي مستند عليه، يعني كانك انت عامل يعني القرار في الاخير. انا متاكد انه القرار في الاخير سيكون قرار لصالح اللاعب. يعني احنا كلامنا هذه مش لصالح السد الان. البيان والبلاغات والتغريدات كل هذه اثباتات امام الفيفا يعتد بها ويعتمد عليها
ما يعتمد عليها ابدا، ما يعتمد عليه. حتى القانون القطري لازم فيه اخطار، اذا في عقد في اخطار رسمي خطي. الحمد لله انك ما كنت قاضي اللي بيحكم في القضيه، الحمد لله. اي الحمد لله، لانك انت خسران. لا لو كان انت باش تكون قاضي هيك في الفيفا ومحكمه كاس، الحمد لله نفك قضاء الفيفا بيغرمك. شوف هذه حاله عبد الكريم، ترى عشرات تمر على الفيفا يوميا، عشرات منها بالمئات توصل، معروفه. اللاعب يتعاقب والنادي يتعاقب. بتشوف امامك وانت تقرر. انت اتصلت بي حتى انا اترافع وانت تقرر. لا احنا نتناقش معاك. بس لحظه يا اخوي علي، خلاص لا ما نتناقش انا في الامور القانونيه، بينت لك موقف اللاعب فقط. واحنا بيناك موقف السد. اتناقش امام الجهات القضائيه، لا اناقش مواضيع قانونيه في قضيه منظوره او لسه ستصبح منظوره في مكان اعلامي. الحين تغير كلامك.